لو في شخص اختفى من حياتك مرة واحدة أو سابك مرة واحدة، اوعى تحاول تجري وراه، واوعى تحاول تتكلم معاه. سيبه يكمل قراره لحد الآخر، وكل واحد مسؤول عن قراره. انت مش قررت ان انت تختفي؟ وانت بتقرر ده كان عندك عقل وكان عندك خطط شغالة، وانت شخص كبير وعاقل وعارف انت بتعمل ايه. خلاص يبقى شيل. احنا اصغر من ان احنا نتدخل في تصرفاتك كشخص عاقل ونقولك انت بتعمل ايه، انت ليه اختفيت من حياتي. الشخص اللي بيختفي ده هيفضل مقتنع في الاول ان هو صح، بعد كده هيلاقيك مش معبره فهيتأكد ان هو غلط وهيرجع يكلمك تاني. فاوعى تروح تكلمه، لان انت لو رحت كلمته انت كده بتعرفه ان هو يعمل الغلط وهو النونة اللي بتعمل الغلط، وان انت بتروح تلم وراه وتصلح، وبكده انت بقيت خاتم في صباعه. وهيقول اصل الشخص ده بيكلمني حتى وانا غلطان، فخلاص بقى هو اتعلق بيا، اعمل اللي انا عايزه. لازم هو يشيل قراره ده بالكامل. ومش بس هو هيندم، ده كمان ربنا هيخليه يتعرض لشخص يعمل معاه نفس الحركة بالظبط. فانت ما تلومش حد ان هو عمل حاجة، سيب اللي يختفي يختفي، وسيب اللي يبعد يبعد، وخرج نفسك من التحكم في قرارات الناس. انا مش هشيل قرارك، زي ما انت هو مش هيقدر يلومك لما الشخص اللي اختفى ده يرجع يكلمك تاني. مش هيلاقيك خلاص، ما يقدرش يلومك على قرارك. انت متحكم في قراراتك انت، وهو متحكم في قراراته هو، ويشيل قراراته هو. ولما يرجع يتكلم ويعوزوا انكوا ترجعوا، قوله انا ما خدتش بالي اصلا ان انت اختفيت، وان اللي بينا لسه بينا زي ما هو عادي، احنا بس مشغولين. وبعد كده ابعد عن حياته تماما.